أنا ميسرة، وعارف إن كتير منكم بدأ يحب النوع ده من الفيديوهات، قصص الرعب وقصص الغموض والحاجات اللي بتحصل بالليل وملهاش أي تفسير. بس الفيديو ده مختلف لأن القصة بتاعت النهاردة مش من تأليفي، ده قصة متابع اسمه مازن. قال لي إن هو مش طالب شهرة ومش عايز حد يعرفه، بس اللي حصل له محتاج يتقال، يمكن لو اتحكى اللي بيحصل له ده يقف. أنا بصراحة ما كنتش متوقع إن أنا أصلا هفتح الرسالة وهقرأ القصة كلمة كلمة وأعيدها كذا مرة، وكل سطر في القصة دي كان بيقربني لرعب حقيقي. اللي هقوله دلوقتي هي حكاية مازن زي ما هو قالها لي، أنا بس قرأتها وإنتوا هتعيشوها. أنا اسمي مازن، شاب عادي جدا، حياتي ماشية بنظام معين، شغل وروتين وبنام متأخر زي ناس كتير. أنا ساكن لوحدي في شقة صغيرة في حي هادي جدا، بس في حاجة حصلت خلي كل ده يتغير. الموضوع بدأ ليلة الجمعة، كنت سهران في البيت حوالي الساعة كده 3 إلا ربع، واللي يعرفني كويس يعرف ان انا بحب جدا اقعد في الهدوء ده بالليل لوحدي. بس اللي حصل في الليلة دي خلاها مش هادية خالص. كنت قاعد على الكنبة فاتح اليوتيوب على التلفزيون وسايب النور الخافت في الصالة، ومفيش في البيت صوت غير صوت الفيديو اللي شغال، وكل حاجة ماشية طبيعي جدا لحد ما الموبايل رن. بصيت على الموبايل وقلبي وقع. انا اللي بتصل على نفسي، رقمي ظاهر على الشاشة. في لحظة حسيت الدنيا كلها وقفت. قعدت ابص للموبايل وانا مش عارف اخد قرار، اسيبه يرن ولا ارد. بس كان عندي فضول قاتل ورديت. في الاول مفيش صوت وحاسس اني سامع نفسي، عارف لما بتبقى بتتكلم مع حد شبهك كأني انا بس مش انا. وبعدين سمعت كلمة ما تردش، هو جاي. قفلت المكالمة بسرعة، قلبي كان بيدق بشكل هستيري ووشي سخن، مش قادر اتحرك ومخي مش قادر يستوعب اللي بيحصل. دخلت على سجل المكالمات وفعلا لقيت ان انا مكلم نفسي مكالمة مدتها 17 ثانية. بس المصيبة مش هنا، المصيبة ان المكالمة دي صادرة مني. يعني موبايلك كلم نفسك ازاي؟ انا ما عملتش كده. وقتها قلت ده ممكن يكون تهكير او ممكن حاجة تقنية. بعدها حاولت انام بس معرفتش طول الليل اغمض عيني. وانا بقرأ السطور دي حسيت ان مازن بيفضفض، بس كمان حسيت ان القصة لسه ما بدأتش، لان اللي جاي في الرسالة الجزء اللي هيخلي القصة ما تتنسيش. اللي حصل بعدها أغرب من إني أشرحه لأي حد. قلت لنفسي انسى الموضوع، يمكن كانت صدفة أو حد بيهزر معاك أو حتى تهكير. لكن بعد المكالمة كل حاجة حواليا بدأت تبقى غريبة. البيت بدأ يكون مختلف، نفسيتي في البيت اتغيرت، حتى الجو بقى مختلف. عارف إحساس لما يكون حد واقف وراك وهو مفيش حد؟ الإحساس ده كان معايا كل لحظة، خصوصا وانا لوحدي. وفي ليلة تانية وانا نايم والصمت قاتل حرفيا، صحيت فجأة على صوت همس جاي من الأوضة التانية. بصراحة افتكرت ان انا بحلم، لكن الهمس اتكرر والمرة دي كان بيندح على اسمي. فتحت عيني والبيت كله ضلمة، بس اللمبة الصغيرة اللي كانت في الصالة لسه شغالة. قمت ببطء وقلبي ساعتها كان عمال يدق بسرعة جدا. وأول ما خرجت من أوضتي اللمبة اتحرقت لوحدها. وقفت متجمد وانا مش قادر اتحرك، مش عارف ده حلم ولا واقع، لحد ما بصيت على الموبايل لقيته منور من غير ما المسه. الموبايل لوحده فتح تطبيق تسجيل الصوتي وبدأ يسجل لوحده، وكأني انا اللي بضغط على زر التسجيل. لكن المرعب انا اصلا مش جنب الموبايل، ازاي بيعمل كده؟ صراحة انا اول ما وصلت للنقطة دي انا بدأت اتلفت حواليا. انا مفيش حاجة بتخوفني بسهولة، بس القصة دي حاسس ان فيها حاجة غلط. اللي كمل مازن وقاله في الرسالة دي هي مش مجرد شوية هلاوس. تاني يوم قررت اراجع تسجيل الموبايل، لقيت ساعتها فعلا ان في تسجيل بدأ بالليل قعد حوالي دقيقتين ونص. بس اللي مرعب ان صوتي مش موجود فيه، اللي موجود فيه هو صوت نفسي وبعدين صوت حد تاني بيهمس نفس اللي سمعته في المكالمة في الليلة اللي فاتت، ما تردش هو جاي. وبعدها سمعت صوت الباب وهو بيفتح
وانا متأكد اني ما فتحتش اصلا اي باب، واني اصلا كنت نايم وقتها. بدأت احس ان في حاجة بتراقبني، وفي شوية ظلال بتظهر على المراية، وسمعت شوية اصوات خفيفة بتيجي من تحت السرير. وبعد 3 ايام جت اللحظة اللي غيرت كل حاجة. كنت راجع من شغلي، لقيت ورقة مطوية ومحطوطة على الباب ومكتوب فيها: ما تردش، المرة الجاية مش هتلحق تقفل. بصراحة أنا مش عارف مازن إزاي قدر يكتب الكلام ده، بس الجملة اللي جاية خلتني أعيد قراءة كل القصة دي من الأول كذا مرة. بعد الورقة دي قررت إن أنا أسيب الشقة. خفت، بس الغريب إن الموضوع مشي معايا. وأنا في بيت صاحبي الموبايل رن تاني، نفس رقمي، بس المرة دي ما فتحتش. بس لما صحيت تاني يوم لقيت على موبايل صاحبي مكالمة صادرة، والمشكلة إن هي رقمي. صراحة أنا لما وصلت للجزء ده من القصة أنا حسيت إن مازن مش بيحكي القصة كده، أنا حسيت إن مازن بيستغيث. أنا حاولت أهرب وأسيب كل حاجة ورايا، سافرت وغيرت مكاني، وكمان غيرت خط موبايل. قلت يمكن هو ده السبب، بس اللي حصل خلاني أتأكد إن دي مش تكنولوجيا، ده شيء تاني. كنت راكب القطر وقاعد جنب الشباك والموبايل على وضع الطيران، ببص بره والدنيا ضباب وهادية خالص. وفجأة حسيت ان حد قاعد جنبي، بلف وشي ببطء بس مفيش حد. بس المشكلة ان الكرسي كان دافي، كان فعلا في حد قاعد جنبي. ومن ثواني قليلة قوي رجعت ابص للموبايل ولقيت رسالة جديدة، مفيش اسم مرسل بس فيها كلمة واحدة: أرى. أنا اتجمدت في مكان وقلت ساعتها إن ده كابوس ولازم أصحى. لكن وأنا بحاول أستوعب لقيت إيدي عمالة تترعش جامد جدا، والموبايل بدأ يسجل لوحده. التسجيل كان غريب جدا، صوت خطوات ماشية على مية. أنا ساعتها كنت في وسط الصحراء راكب قطر، إزاي بقى الصوت ده حصل؟ في اللحظة دي أنا حسيت صراحة اللي بيحصل لمازن ده مش ظاهرة غريبة، ده كيان بيتتبعه وبيعرف هو فين وبيخترق أي مكان بيروح. الرسالة بعدها خدتني لجزء مخيف جدا. بعد ما نزلت من القطر رحت لقرايبي في بلد ريفية، بلد هادية جدا اسمها كفر الرماحي. محدش يعرفني أصلا هناك، والشبكة مش موجودة. قلت بقى أنا هقعد هنا شوية واختفي. بس في أول ليلة وأنا نايم صحيت على صوت دق للباب، مش صوت خبط، لا، صوت دق، صوت زي عصاية خشب بتدق بالراحة على الباب. فتحت الشباك وبصيت، ما لقيتش حد أصلا قدام الباب. لكن بعد ما قفلت الشباك ورجعت أنام على السرير لقيت على المخدة ورقة مطوية تاني بنفس الخط وبنفس الكلام: المرة الجاية مش هتلحق تقفل. أنا كنت في بيت مقفول ومحدش معايا والباب مش مكسور، والأول مرة في حياتي بكيت. مش بكاء خوف، ده بكاء وإحساس بالعجز. أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل ولا مين اللي بيلاحقني وليه واشمعنى أنا. قعدت أيام ما بخرجش من الأوضة، وكل يوم بسمع نفس الصوت اللي اتكرر معايا في أول ليلة. ولما بتجاهل الصوت ده بلاقي خيال واقف قدام باب البيت، مش بيتكلم ولا بيتحرك وبيقف في الساعات. صراحة وأنا عمال أقرأ القصة دي أنا قلبي عمال يتقل كل سطر عن اللي قبليه. هل ده جنون ولا مازن بيتوهم، ولا فعلا هو في شيء حقيقي وما بيتشافش لكن بيتحس؟ مازن بصراحة ختم الجزء ده من الرسالة بحاجة معرفتش أرد بعدها. يا ميسرة أنا مش طالب تصدق، أنا بس عايز اللي بيسمع القصة دي يفهم إن كل حاجة ملهاش تفسير تبقى خيال. في حاجات بتحصل ولو فتحت لها الباب هتدخل، وأنا للأسف رديت وفتحت الباب ودلوقتي هو دخل. بعد أسبوع من كفر الرايحين قررت أرجع بيتي. أنا مش عارف صراحة إيه البلد دي عشان أول مرة أسمع عنها، أنا حتى مش عارف أنطق اسمها عدل. نرجع لقصتنا. قلت لو ده مصيري خليني أواجهه في المكان اللي بدأ فيه. رجعت شقتي لنفس الباب ونفس المفتاح ونفس الإحساس، لكن ما كانش هو نفس البيت. دخلت والهدوء كان خانق، كل حاجة كانت في مكانها، لكن المكان تحس انه بقى غريب. عارف لما تحس ان انت ضيف جوه بيتك؟ انا بقى كنت حاسس الاحساس ده. قفلت كل الشبابيك وكل البيبان وقعدت على الكنبة في الصالة وكل الانوار شغالة، وفجأة الانوار كلها طفت في البيت كله. مفيش كهرباء، مفيش صوت، بس الموبايل فضل شغال. ومن غير ما امسك الموبايل الشاشة اشتغلت لوحدها وعرضت صورة. الصورة كانت قطي متصورة من الزاوية اللي كان فيها الدولاب، وفي حد واقف ورا الباب. ما فتحتش الباب حتى، ما جريتش ابص اشوف ايه ده. قعدت وسبت الموبايل على الترابيزة قدامي. بعد دقيقة
جالي اشعار تسجيل صوت جديد بصوتي بيقول لي ليه فتحته. انا ما قلتش الجملة دي، بس ده صوتي انا. اللي حصل بعدها اللي خلاني اتأكد ان الموضوع ده كبير وما ينفعش اهرب منه. صراحة الجزء اللي جاي ده هو رعبني بطريقة كبيرة قوي. انا محبش اخش في العمق ده من القصص، بس للأسف هو ده اللي كنت لازم احكيه. مازن بيقول وهو قاعد في الضلمه لوحده، فجأة واحدة احساس ان يبقى في حد وراه ده رجع له تاني، بس المرة دي احساس اقوى شوية. هو حس بهوا، بس مش اي هوا عادي، هوا اكن حد بيتنفس من وراه، هوا سخن، هوا تقيل، كأن واحد فعلا واقف وراه المرة دي. بس الفكرة ان مفيش اصلا حد معاه، ومفيش حتى صوت للنفس ده. بيقول انا لو لفيت كنت ممكن اشوفه المرة دي، لكن ما بصيتش، انا قاعد ساكت. ممكن لو اتجاهلته المرة دي يمشي. بس اللحظة دي انا سمعته، صوت واحد بصوتي انا قال لي شكلك كده مش هترد تاني. صراحة انا لما وصلت للجزء ده من الرسالة انا قفلت الرسالة وقعدت اتنفس شوية. حتى دلوقتي وانا بحكي القصة انا مش حاسس بحاجة طبيعية، في كمية غموض في الرسالة دي غير طبيعي، لدرجة اني كنت اصلا ما اتمناش ان انا اقرأ الرسالة دي. ولما رجعت اقرأ بقية الرسالة لقيت ان مازن كاتب الجملة دي: لو الرسالة دي وصلت لك فانا يا اما اختفيت يا اما لسه بسمع صوته جوه دماغي. هو مش بيتكلم كتير، هو بس لما بيتكلم بيكون دايما بصوتي. دلوقتي انا مش متأكد انا مين، بس لو حد دلوقتي بيشوف الفيديو ده ما تردش مهما كان الرقم. انا بعد القصة دي حاولت اتواصل مع مازن لكن حسابه اختفى، الايميل اللي بعت لي منه الرسالة دي اتقفل، حتى الرسالة اللي اتبعتت لي دي مسحت نفسها، بس انا كنت مجهز نسخة. ده اللي خلاني قدرت احكيها لكم دلوقتي. لو عندك قصة حقيقية عايز نحكيها في الفيديوهات الجاية ابعت لي كلمة قصة في التعليقات وهختار اقوى قصة واحكيها في فيديو جاي ونحوله لفيديو رعب. يمكن قصتك هي اللي تخلي المستمعين ما يعرفوش يناموا.